صباح الخير. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هلو، صباح الفل. طبعا ملاحظين ان انا قاعد بذاكر على المكتب، ويعني الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا بحب المذاكره على السرير والسرير هو حياتي، ولكن بصراحه بقى لي فتره بفكر في فكره ان انا اقعد اذاكر على المكتب، بما ان كده المكتب موجود يعني، وحفاظا على فقراتنا وحفاظا على النشاط والهمه بتاعتنا، فقلنا نجرب المذاكره على المكتب. ويعني الصراحه الموضوع مش هيكون ستريكت اللي هو خلاص انا بذاكر على المكتب يبقى كل وقتي على المكتب، او هذاكر على السرير يبقى كل وقتي على السرير. هحاول يعني ابدل، يعني شويه على المكتب وشويه على السرير وهكذا يعني، ونشوف الانسب بالنسبه لنا. كده المكتب هيكون انسب الصراحه يعني. فالمهم ان انا دلوقتي هقوم الم حاجتي عشان طالع بره، عندي تصوير بعض الشوتات لفيديو ان شاء الله هينزل قريب. وبالحديث عن التصوير والفيديوهات، النهارده حابب اجاوبكم على سؤال: ليه بصور فيديوهات؟ ليه انا كاحمد فضلت خلال 4 سنين بصور فيديوهات برغم قله الريتش، وبرغم ان يمكن ما وصلتش لل1000 مشترك غير قريب جدا في مده طويله قوي؟ فليه بصور فيديوهات؟ هذا ما سأجيب عنه اليوم. وانا بصراحه في فتره ما من حياتي كنت عايز اخش كليه اعلام، وخصوصا فتره ثالثه ثانوي دي اكتر فتره كنت عايز اخش فيها اعلام، فدي اول ذكرى تربطني بحته الميديا وحته الاعلام. ثانيا، وبصراحه انا بطبيعتي شخص خجول جدا، يعني ما يغركوش ان انا بتكلم قدام الكاميرا عادي، لان انا اتعودت على الكاميرا من كتر ما بقعد قدامها، لكن فعلا انا بطبيعتي شخص خجول، وخصوصا لو انا اتحطيت في موقف معين والموقف ده تطلب مني ان انا اعبر عن مشاعري، ممكن اتهته ويعني واخجل واقول كلام عبيط خالص. لكن لو اديتني الوقت والفرصه ان انا اسرح بخيالي وافكر في مشاعري وافكاري، هقدر اقول لك بالظبط انا حاسس بايه. فعشان كده من خلال الفيديوز دي بقدر اعبر عن نفسي كويس، لان انا باخد فرصه ان انا افكر ومخمخ كده واطلع بالافكار اللي جوه دماغي، وبعدين اقدمها قدام الكاميرا. بيني وبينكم من زمان قوي عايز اقعد جوه العشه دي واقعد فيها شويه كده واجرب الانتخاب فيها، والحمد لله ان هو دلوقتي مفيش حد وما فيهاش اي حاجه اصلا، فلا بأس يعني ممكن نيجي نقعد شويه، بلس ان صاحب الارض يعني انا اعرف صاحب الارض واعرف صاحب هذه العشه، فبس يعني ممكن اعرفه ان انا هبقى قاعد هنا على طول. رحمته صدقت يا ابراهيم. بصراحه المنظر جميل جدا، يعني انت والقعده حلوه، انت قاعد في المكان كده في الظل وترى هذا المنظر الجميل. الشيء الثالث هو الاثر الطيب اللي بتمنى ان الفيديوهات دي تسيبه في اي حد. يعني انا بالنسبه لي ساعات بشوف فيديوهات على اليوتيوب فعلا بتسيب فيها اثر لا يمحى، فاتمنى فيديوهاتي تكون مبهجه كده وتسيب فيك اثر زي ما بشوف فيديوهات وبتسيب فيا اثر. وكمان بجد انا لما بمسك الكاميرا بروح في عالم اخر، بخرج خارج حدود الزمكان وبتجيلي طاقه رهيبه لا توصف. يعني افتكر قبل كده في مره كنت بصور فيديو، كان فيديو عن تلخيص كتاب العادات الذريه، كمان بدات تصوير بعد صلاه العشاء، فضلت مكمل لحد الساعه 1 وما حسيتش بنفسي، يعني 6 ساعات متواصلين بصور، وكنا في الشتاء ولابس بنص كم. حتى بعد الموضوع ده جالي دور برد يعني جامد قوي. يعني فعلا انا بمجرد ما بمسك الكاميرا يعني بروح في عالم اخر. وبجد لما الانسان يلاقي حاجه زي دي ان هو يملى بيها وقته ويطلع فيها طاقته، مش هيبقى مهتم بتوافه الامور. يعني انا مثلا بالنسبه لي استخدامي للسوشيال ميديا طفيف جدا على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، ويكاد يكون مقتصر على شغل الفيديوهات والصور اللي انا بعمله. واعتقد ان مهمه تنظيمي للسوشيال ميديا كانت هتكون صعبه جدا لو ما كانش عندي حاجه املى فيها وقتي، وان انا افرغ الطاقه اللي جوايا. هيا بن بسم الله توكلنا على الله. شكلها هتمطر كده، شكلها هتمطر. قوس قزح، انا ارى قوس قزح. هذا المنظر الجميل الذي هو من خلق الله سبحانه، والذي استغله بعض مشوهي الفطر للاسف في التعبير عنه. سبحان الله.
بدأت تمطر اهي. طبعا زي ما انتم عارفين انا بحب اجي الغيط كتير، لكن مش باجي الصبح الصراحه كتير. ولما جيت دلوقتي انا اكتشفت ان انا فايتني حاجات كتير قوي، ومفيش اجمل من كده بدايه اليوم ان انا اجي الغيط كده في الجو ده، وابتدي مثلا قراءه الورد بتاعي واقرا في كتاب واذاكر لي شويه. يعني مفيش اجمل من كده بدايه اليوم. فانا هكونسيدر الموضوع ده، ولازم اجي مثلا مرتين على الاقل في الاسبوع هنا صباحا يعني. عنده طلعه. لا هو كان عنده طلعه ده من الصبح. لا هلو. واحدة من الأهداف أو الأحلام المستقبلية اللي نفسي أحققها إن شاء الله هي إني أكون دايركتور، مخرج أفلام، سواء كانت وثائقية أو أيا كانت طبيعة الأفلام دي، وتكون حاجة هاي كواليتي وهاي برودكشن كده زي نتفليكس وهوليوود وديزني والكلام ده، لكن حاجة مناسبة لينا لثقافتنا ولديننا الإسلامي، وما تكونش فيها الأفكار الهدامة المنافية للفطرة السليمة زي ما الغرب بيعمل. وأداة الميديا والإعلام بالنسبة لنا كمسلمين مهمة جدا في الواقع اللي احنا عايشينه، لأن أنت عشان تغير الواقع لازم تبقى فاهمه ومتفقه فيه. والواقع بيقول لك انه اداه الميديا لغه ومن لغات العصر، والغرب قدر يستغلها بشكل قوي جدا، والغرب جامد في الميديا ما نقدرش ننكر ده. قدر ان هو ينشر افكاره عن طريق الميديا، وقدر ان هو يهدم افكاره عندنا عن طريق الميديا برضه. فمحتاجين اداه ميديا قويه بقوه الغرب او تكاد تكون اقوى عشان نقدر ان احنا نتصدى للافكار بتاعته، وعلشان ان احنا نقدر نرسخ القيم والمبادئ بتاعتنا. فلا يفل الحديد الا الحديد. عايزين نعمل كوبايه شاي. ايه يضحك ليه؟ هي ازمه نعمل شاي ما نعمل شاي يا عم. والموضوع مش هيكون مقتصر على فكره ان انت بتبني افكار وبتهدم افكار تانية، لكن انت كمان عندك شريحه كبيره جدا من الشباب هي متبوعه فكريا وثقافيا للغرب من كتر الفرجه على الافلام الاجنبي. فانت محتاج ترجع الشباب دول للثقافه بتاعتنا من تاني، ومحتاج ان انت تخليهم يكونوا عندهم حرص لاحوال الامه. هم بيتفرجوا على الافلام الاجنبي لان هم شايفين متعه بصريه بقى، حاجه كده هاي كواليتي وهاي برودكشن وساوند ايفكتس بقى وشغل عالي خالص يعني. فانت محتاج توفر له البديل. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هو الباطل متوفر قدامه في احلى صوره في احلى زينه، فانت لو وفرت له الحق من حيث القيمه ومن حيث المتعه البصريه، اللي يمنع ان هو يجي يتفرج على الحاجه اللي فيها قيمه دي. فبس يعني دي وجهه نظري، وديت كده ايه حاجه حلم بالنسبه لي ممكن مستقبلا يتحقق ان شاء الله. اتمنى ان انا اكمل يعني ولو بخطوات بسيطه. فبس والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاح، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح. ايه الاخبار؟ كل حلو. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا صديقي؟ ايه الاخبار؟ كل حاجه. طبعا احنا بقالنا فتره بنحاول ان احنا نتجمع، ولكن يعني مرقعه الشباب مخليانا مش عارفين نتجمع. فاخيرا احنا هنتجمع النهارده ان شاء الله. هنعمل اكل. مين بقى اللي هيعمل اكل يا رجاله؟ ابو علي طبعا. انت ابو علي؟ ابو علي وحوده. استر يا رب. يعني اخيرا هنتجمع. طبعا انا كنت حابب ان احنا نتجمع في الغيط واقترحت عليهم، بس هم شباب فقريه حابين الحبسه والجو الخنقه. وعمال تعمل ايه يا عم؟ هو مفيش حد كبير معاك كده ولا ايه؟ احترم نفسك يالا. يا اكيد مع محمد علي ما تفهموش الفرق دي. مش راح يحاول يتدبس كده شويه. ده يا جماعه يا ابني عشان دي مفتوحه لعبهم معاك بنلعب لعيبه الكوره. انا فين لعيبه الكوره؟ يا رب. اسامه سامي ولا برمائي؟ السؤال الطبيعي بتاعنا. لا مائي. بر مائي. على فكره بر مائي يعني مائي ولا بر مائي؟ انت كده حجمته في الاجابه، لازم تجاوب غلط. الحيوان ده ايوه بيعيش قد ايه؟ باعتبارك بقى طبيب بيطري. انا دكتور بشري يا حبيبي. انا اكتب البيطري. اعتقد يعني ممكن حوالي 5 سنين يعني في الرينج ده. انا عارف ده سؤال علمي بقى يعني اسال جوجل. لو انا انت وعبد الله
ماجيك واحد لو انا وانت ماجيكية وانا واحمد ومورا واسامه 4 اشقاء. انا عايز عبد الله غريب. اسال يا باشا. عبد الله غريب. الحيوان ده الاكله دي مائيه ولا بر مائيه؟ انت ما عملتش. عبد الله غريب خد الكاميرا تحول اللي هو بصور الافراح. هات يا عبد الله، هات يا عبد الله. انا بصور 60 فريم عبد الله الميموري زمان هتملك. هات يا عم بجد. والله عبد الله مات. انت دقيت عليا واللي بتاع وقت على رجلي. انا كل شعب حاسه انا بقالي سنه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الجوسي واللوسي منه. محمود قال عايز خلاص ما نبي علمكم هنا خلاص. اللحظه بعد اذنك فض الصينيه هناك. الشيء الاخير والاهم اللي بيخليني اعمل فيديوهات، وعشان اكون صريح معاكم انا بعمل فيديوهات لنفسي عشان انا بحب ده وعشان انا سعيد بالحاجه اللي انا بعملها. وعلى سبيل المثال لما ابتديت في عمل سلسله قراءات الشهر حد من صحابي قال لي ان هو مش شايف فيها القيمه اللي هي، ولكن رغم ده انا كملت حتى برغم الريتش القليل اللي كانت السلسله دي بتحققه. بس انا شايف نفسي مستفيد جدا جدا من فكره ان انا بلخص كل كتاب بقراه، وده معناه ان انا على مدار سنه كامله ان شاء الله هلخص كل الكتب اللي بقراها، فالاستفاده كبيره جدا. فقررت ان انا اكمل. ثانيا انا طريقه عملي للفيديوهات ممكن ما تكونش مناسبه لخوارزميات اليوتيوب جامد، لان اليوتيوب بيبقى عايز شخص متخصص في مجال معين، ومجال صناعه المحتوى في يعني صناع محتوى كتير كل واحد بيختار المجال الخاص بيه ويبدا ان هو يبيلد كوميونتي في هذا المجال، وده يعني بيكون اسهل شويه. لكن بالنسبه لي انا شخص متعدد الشغف، ودي حاجه ممكن حد يعتبرها عيب، لكن بالنسبه لي انا شايفها ميزه وانا سعيد بيها جدا. احنا عملنا فيديوهات في كذا مجال، عملنا افلام قصيره، عملنا فلوجات، عملنا تلخيصات كتب وتجارب شخصيه وفيديوهات علميه، فعملنا فيديوهات في كذا مجال. وده للاسف بيصعب فكره ان انا ابيلد الكوميونتي الخاص بيا، وللاسف ده عطلنا كتير جدا. لكن رغم ده انا ان شاء الله هكمل بنفس النهج، لان انا زي ما قلت لكم انا بعمل فيديوهات يعني I'm doing it for myself. انا بحب الحاجه اللي بعملها وهكمل فيها، وما اتمناش مستقبلا ان انا اقرر اغير من النهج ده عشان انا عايز مثلا شهره او عايز اكون فولورز او ما شابه. فاتمنى ان انا اكمل ان شاء الله على نفس النهج. وبس يعني لو انت بتشوفني لاول مره احب اعرفك بنفسي. انا احمد محمود، طالب في كليه الطب، بحب الفيلم ميكنج والتصوير، وكمان بحب القراءه والمواضيع العلميه، فقررت ان انا ادمج ما بينهم واعمل المحتوى اللي انت بتشوفه دلوقتي يعني. ف that's it يعني.